السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا ما تنسوش الدعاء لفلسطين واهل فلسطين كده يا رب. يا رب انصر فلسطين واهل فلسطين. اخواتي الزملكاويه ما يزعلوش على زيزو، اخواتي الزملكاويه ما يا ريت ما يزعلوش على زيزو. زيزو مشي، احنا ما بنشجعش الزمالك عشان زيزو ولا عشان عبد الله ولا عشان امام ولا عشان لا، احنا بنشجع الزمالك الفانلة البيضاء ام خطين حمر. فاخواتي الزملكاويه ما يزعلوش. والموضوع واضح من يوم ماتش السوبر، من يوم ماتش السوبر والموضوع واضح. ازاي تبقى تركي الشيخ صارف ومكلف وعامل المهرجانات دي كلها، وفي الاخر ينزل شيكابالا ودونجا يضايقوه ويرقصوا معاه كده ورئيس نادي الفتح قال لك انا اتفاجئت ان الجوميز جاي لي مدرب ليه لنادي الفتح. يعني رئيس النادي، الانديه معروفه انها بتروح تفاوض المدرب بالشهر عشان يجي، لكن رئيس النادي الفتح اتفاجئ ان رئيس ان جاي له مدرب، ومدرب زي جوميز وعامل نتائج حلوه. طب تتوقع ايه؟ فده اللي معروف يعني من يوم ماتش السوبر، لان هو ماتش السوبر ده اللي كان ايه نقطه تحول. طبعا احنا عندنا رئيس نادي غلبان شويه. رئيس نادي الزمالك ده مستشار مرتضى منصور. ايام المستشار مرتضى منصور ده احنا بنحارب، ما بنحاربش عشان مرتضى عشان النادي، احنا بنحارب مرتضى منصور. اهو مشي مرتضى منصور، مع ان المستشار مرتضى منصور عنده اجتماع يوم الخميس ومؤتمر وناشد فيه رئيس الجمهوريه ان نادي الزمالك بيخرب واحنا ما ينفعش كده. وهيحصل، ممكن يحصل، وممكن بقى التدخل من وزير الشباب والرياضه ويلغي الاجتماع وربنا يستر. فاذا كان اسمع مصطفى يونس بيقول ايه، اسمع محمد عبد الوهاب عضو النادي الاهلي بيقول ايه، اسمع كده مع مهيب كان بيقول ايه مع مهيب. النادي الاهلي انت عايز حد قدامي، لو مش 100 كوبري، لو هتبني جبل، انا النادي الاهلي عايزه خلاص. دي حاجه ايجابيه. اصل في ناس بقى تقول لك اصل انتوا خدتوه من بره خلاص. انا عايز، ده الموضوع طلع واضح وصريح. انا بقول لك انا عايز، مفيش اي مشكله. انا لما بعوز لعيب بيخليه في اللفه يرجع لي. مدير فني عايز ده هجيبه، لو هو تحت الارض هجيبه. خلاص اعمل له كوبري، اعمل له معديه، ده الطبيعي يعني، ما تزعلوش. اي حاجه بقى، بس هم هجيبه في الاخر. هي حرب على الزمالك تمام. مع امل وائل. امل وائل انت قلت لي افكرك. ولا كان بينكد على الاهلاويه. الزملكاويه ده اللي مش محسوبين، مش من البلد. ملوش حل في نادي الزمالك اسمه ايمانويل، كان لعيب نيجيري. تفتكره ايمانويل؟ امال كيف؟ لعيب جامد جدا. لعيب ده كان كل ما ينزل فينا راح محطة النجوم. بالظبط. لا ايمانويل كان بيلعب في كاس الالعاب الافريقيه في مصر. ايوه كان بتنظمها مصر. ايوه، لا بقول لك كان بيلعب في نادي الزمالك. في نادي الزمالك كان مكسر الدنيا. تمام. ما كانش ليه حل بقى، ده نعمل ايه؟ جبنا له حد من بره، خده من المانيا. ما كان ساعتها كان لازم يمشي من نادي الزمالك، ما كان ينفعش يفضل نادي الزمالك. والله العظيم يا مهيب، لازم كان يبقى، ما ينفعش شايف عليه عشان يجيب له ويجيب فينا جون وبتاع، ما ينفعش. كان لازم يطلع بره. وتسمع بقى مصطفى يونس وتسمع بقى كتير من الكلام ده. فهي حربة على الزمالك من يوم ماتش السوبر، ازاي الزمالك كان ماشي واقع والناس كانوا بيقولوا ما تسافروش والزمالك هيشيل وشيكابالا يرقص ودونجا يرقص. ما تجيش، ده وسام كان هيحتفل كده، ده امام كان هيمشي كده، لا. فهي الموضوع موضوع واضح. فاللي هيجيب اللي عمل الزمالك، اللي عمل زيزو هيعمل 50 زيزو. واستنوا احمد الجفالي اللاعب التونسي الشاب ال 22 سنه مع الزمالك السبع ماتشات جايين، اللي هو من اول ماتش المصري ولحد نهايه الدوري وماتش الكاس. احمد الجفالي ده لاعب مهاري قوي، يعني ريحه مصطفى فتحي، يعني كل حاجه. فطبعا عادي احنا بنشجع الزمالك ما بنشجعش لعيبه، وكل التمنيات لنادي الزمالك ويقدروا يقفوا على حيلهم، بس اذا كان رئيس النادي كده والاعضاء يبقى ايه، فربنا يستر. احنا عايزين عينات المستشار مرتضى منصور اللي هي بتعرف تتعامل مع الناس دي، هي دي اللي بتعرف تتعامل مع الناس دي. كل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله. وطبعا خلاص بقى الزمالك كده بيستعد للقاء المصري، ورجع بقى الجفالي ورجع احمد حمدي اللاعب كابتن ماجد، وكمان عبد الله السعيد خلاص عنده عروض، بس لسه الاداره بتحاول معاه وعايز يجدد سنتين وطالب مبلغ. وان شاء الله الكابتن او الاستاذ عمرو الجنايني يرجع ويجدد له ان شاء الله لو موسم واحد. عبد الله 42 سنه
ولا 41 سنه بس. رمانة البلي بتاع نادي الزمالك هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لما بيغيب بيعمل تاثير جامد في نادي الزمالك. كل التوفيق لعبد الله السعيد والنادي الزمالك ان شاء الله. وكمان لجنه التظلمات المفروض هتطلع القرار بتاعها غدا ان شاء الله. قرار لجنه التظلمات ده اللي هو ايه؟ بلقاء القمه. لقاء القمه كان طبعا لجنه رابطه الانديه ولا رابطه الفجل كانت مطلعه ان هي اعتماد الاول الزمالك فايز 3-0 وخصم 3 نقط من اخر الموسم من الاهلي. رجعت عدلت القرار ليله العيد، وقرار الاهلي والزمالك هيلعبوه برضو كان الساعه 3 الفجر، يعني هي شغاله شيفت ليل بس. طبعا جت اللجنه الاولمبيه قالت لا، اعتمدت القرارات ان الاهلي مخصوم منه 3 نقط اخر الموسم والزمالك فايز 3-0 لا، الرابطه جت مفاجئانا. الزمالك قدم تظلم للجنه التظلمات وبيراميدز، واي قرار غير تطبيق اللائحه اللي هو اتطبق على الزمالك بدل المره 2 و3 يرجعوا للاتحاد الدولي. سيبك من احنا عندنا لوائح وعندنا قوانين، يعني تطبق اللوائح على الكل يعني نلغيها خالص. اصل انت تطبق على نادي ونادي لا، مفيش الكلام ده. طبعا لو راح برضو موضوع، رجعنا لموضوع عبد الله السعيد اللي هنا وقفوا حساباته في البنوك، وقفوا كل حاجه. لجنه الاستئناف الدوليه هي اللي رجعت كل حاجه وشالت الاهلي اتعاب المحاماه. كمان محمد الشيبي وقفوه هنا لما حسين الشحات ضربوا يعني حسين الشحات اللي ضربه ومحمد الشيبي توقف. كيف ما تعرفش؟ برضه حسين الشحات داس في بطنه وخد ضربة جزاء. حسين الشحات داس في بطن محمد الشيبي وخد ضربة جزاء. ما تعرفش في وجود الفار، برضه في وجود الفار، فما تعرفش في حاجات كده بتحصل. كمان فيه القرار هيطلع ان شاء الله. طبعا هو كان خلاص حاجه من ال3. طبعا موضوع اعاده المباراه ده مستبعد نهائي، يعني اللي يا اما ال3 نقط يعتمدوهم يا اما يخصموهم. طبعا في كلا الحالتين الزمالك اللوائح اتطبقت خلاص ماشي. ما اتطبقتش اللوائح زي ما اتطبقت على الزمالك هيطلع على الاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي هي معاك وبيراميدز معاك. فكل التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك. وكمان بيراميدز خلاص بيستعد بقى للقاء اورلاندو. بيراميدز فريق تقيل، وبيراميدز شفنا التشكيله بتاعته حاجه مرعبه. كل التوفيق لبيراميدز. بس في كلمتين لبيراميدز عشان في حاجات بتحصل في المطبخ، في كلام بيحصل في المطبخ. يا بيراميدز اللي حصل 2020 هيتكرر تاني. اللي حصل 2020 هيتكرر تاني. خلي بالك من المدرب يدفع شرط جزائي، يقول لك يعني 4 شهور ولا 5 شهور وهمشي. لا، خلص الماتش ده ومش عايزين منك شرط جزائي، لان المدرب بيدي للعيبه طاقه باكله 30,000 متفرج. فانت حافظ على المدرب. هاني سعيد ومحمود فتح الله يروحوا يناموا معاه في الغرفه، واحد على دراعه اليمين واحد على دراعه الشمال، ما تسيبوهش. ما حدش يسيب المدرب، والاوضه اللي ينام فيها ما يكونش فيها شباك لحسن ينط بالشباك. وخلي بالكم موضوع ممكن بقى يجي لك محمد الشيبي ده واكل بصل من يوم شم النسيم ومش هينفع وتوقف. مهند لاشين مش عارف كان راح تدريبات من غير ما يسرح شعره. فخلي بالكم من النقط دي يا بيراميدز. في حاجات في المطبخ. الزمالك اتغير له المدرب، مش المدرب، واللاعيبه اتوقفت كان عندها كورونا، والحكم اتغير قبل الماتش ب 48 ساعه. يا بيراميدز خلي بالك من النقطه دي. فاللهم بلغت اللهم فاشهد، وشكرا والسلام عليكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك والدعاء لفلسطين.